لسه راجعه من البلد النهارده، بفتح باب الشقه مش عايزه اقول لكم على الريحه اللي قابلتني. ما توقعتش ابدا ان تكون الريحه دي جايه من الفريزر. انا قلت في قتيل في الشقه بجد. بفتح الفريزر لقيته مطلع ريحه معفنه، والفريزر ريحته قبر بجد. طبعا كل حاجه في الفريزر باظت واتنكدت بصراحه، بس قلت الحمد لله ان جت لحد كده، قدر الله ما شاء فعل. عايزه اقول لكم يا بنات، نظفت الفريزر ورجعته ريحته فله، وحولته كمان لأدراج مش هتتخيلوا ازاي. يلا حبايب قلبي، نشوف الفيديو بتاعنا النهارده. فيديو مفيد جدا جدا قبل رمضان، كل سنه وانتم طيبين. بس قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على الرسول، وبفكركم ان انتم ما تنسوش اللايك حبايب قلبي، لانه بيفرق معايا جدا جدا، وعلشان الفيديو يترفع ويوصل لناس تانية تستفاد منه ان شاء الله. عايزه اقول لكم بقى ان انا الفريزر ده كان عندي فيه حاجات كتير جدا جدا. كان فيه لحمه وسمك وكان فيه ازايز لبن، كلها طبعا جبن وريحته عمل ريحه يعني. المهم ان كانت ريحته صعبه جدا جدا. اول ما لقيته بالمنظر ده وبالريحه الفظيعه دي، قلت لازم علشان انضفه اتصل بمدام ساميه الجمل اطلب اوردر. انا مشتركه عندها في الجروب وبشوف المنتجات بتاعتها فوق الممتازه، وكله بيشكر فيها. فبصراحه هي قالت لي خدي الازازتين دول وهتدعي لي. الازازتين دول في ازازه فيهم اللي هو الصابون لجميع الاغراض، ده بيقتل البكتيريا والجراثيم. وعايزه اقول لكم بقى يعني بصوا، بيقضي على الروائح الكريهه ومعطر ومعقم. بصوا يعني عايزه اقول لكم، بصوا 12 في واحد. والازازه التانية اللي هي العينه المخصصه دي اللي مش هتلاقوها في اي حته غير عندها بس، اللي هو المعطر بتاع الفنادق. وده سر بقى الفنادق، بيمسحوا بقى بيه التلاجة والفريزرات والارضيات وكل الحاجات بتاعتهم بيستخدموه هناك في الفنادق. بيخلي الدنيا زي الفل، لا بيبقى فيه ريحة زفارة ولا أي ريحة خالص. أخدت شوية من الصابون اللي هو متعدد الاستخدامات ده اللي هو بيقضي على البكتيريا والجراثيم. قلت ده أول حاجة لازم استخدمه علشان العفن والبكتيريا والجراثيم والحاجات دي. وفعلا والله العظيم يا بنات، أقسم بالله من أول غسلة، اللي هو ده من أول غسلة، أنا ما شميت أي روايح وحشة او روايح كريهه زي ما انا كنت شامه. انتوا بصوا، انا كنت حاطه البتاع ده المشبك في مناخيري، ما كنتش طايقه الريحه، ما كنتش قادره اتنفس من الريحه الوحشه اللي طالعه من الفريزر. المهم بعد ما غسلته كويس قوي، بعد كده بقى حطيت لتر ميه، واخدت شويه من المعطر مع شويه من الصابون برضو اللي هو بتاع جميع الاغراض. اقسم بالله من اول غسله، من اول غسله يا بنات، ما كان فيه اي ريحه خالص. انا ما كنتش متخيله ان الفريزر هينضف وريحته هتبقى فله كده. انا قلت مهما اغسله هتفضل الريحه فيه، على الاقل خالص هتفضل الريحه اسبوع ولا اسبوعين عمال ما تنضف. لكن اول ما استخدمت السائل ده، اقسم بالله روعه. لو عايزين الرابط بتاع الصفحه او اللينك الجروب، اكتبوا لي في الكومنتات، هسيب لكم الرابط والرقم التليفون، تطلبوا عندهم حاجات حلوه قوي قوي للتنظيف. وكمان هحول الفريزر بتاعي لفريزر ادراج. ازاي؟ تعالوا بقى نشوف مع بعض. بص، انا عندي الشيله بتاعه البصل والثوم دي، كانت عندي اللي هي 3 ادراج دي، هحطها كده. دي اللي هي القديمه بتاعت زمان، ولو انت عايزه تشتريها من السوق جديده، عايزه اقول لكم ان هي في حدود 75 80 جنيه، يعني ما تزيدش ابدا عن 100 جنيه. وكان عندي العلب دي كنت جايباها ب 45 جنيه، هي مخرمه كده ففيها تهويه اصلا، وبرضه هنستعملها هتبقى زي درج كبير. وادي علبه كمان. وبصوا بقى، احنا هنحطها كده اهو، عندنا كده ادراج اهو هنستعملها زي الادراج. وادي علبه وادي علبه، تقدري تحطي العلبه دي فوق هنا كده او تحطيهم فوق بعض، وتقدري تحطي كمان علبه او الشبكه فوقيها، وتستخدمي اللي هي الحته اللي على جنب دي في حاجه مثلا تخليها للفواكه. يعني بصي بقى، نظمي الحاجات دي بمعرفتك. في كمان علبه هنا تقدري تحطيها، وتستخدمي كل حاجه لوحدها بقى. تخلي حاجه للفاكهه، حاجه للفراخ، حاجه للسمك، حاجه للحوم، للفاكهه لوحدها. يبقى كده احنا منظمين الفريزر بتاعنا وزي الادراج بالظبط. عايزه اقول لكم كمان معلومه، ان الفريزر الافقي بتكون مساحته اكبر من الفريزر الرأسي اللي هو ادراج. الفريزر الادراج بيبقى منظر بس.